وحشتوني كتير. النهاردة جايبالكوا 10 خصال تأهلكوا للفوز بيوم عرفة ان شاء الله. بس زي ما تعودنا، سبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس، وما تنسوش الشير. اول خصلة معانا النية الصادقة، وطبعا كلنا عارفين انما الاعمال بالنيات. تأثيرها على النفس عظيم قوي، لان هي بتصفي القلب من الرياء والتشتت. طيب ليها اثر على الناس اللي حواليك؟ طبعا بتزرع الاخلاص في الاجواء اللي حواليك، وعلى المجتمع بينشأ مجتمع يعمل لله مش للمظاهر بس. تاني خصلة معانا التوبة الصادقة. باب التوبة مفتوح، ولكن طبعا عشان توصل له وربنا يجازيك في يوم عرفة وهو أوسع طبعا، خلي بالك كل يوم في ال10 أيام انت مطالب بإخلاص النية والتوبة النصوح. طبعا ده تأثيره على النفس بيحرر من الذنب والخوف، وعلى اللي حواليك بيفتح باب أمل للناس، وعلى المجتمع بيجدد مجتمع ويبقى نقي من الداخل. خصلة معانا الدعاء والتضرع. يوم الدعاء الأعظم اللي كلنا بنستناه، ويوم العتق من النيران. هتوصل له أول ما تعود نفسك في ال10 أيام إنك ليك دعاء ثابت أثناء الصلاة وبعد كل صلاة. تأثيره على النفس بيقرب القلب من الله سبحانه وتعالى، وعلى الناس اللي حواليك بيكون سبب لإجابة دعواتهم، وعلى المجتمع طبعا قلوب خشعة بترفع المجتمعات كلها وبتأهلها ان هي تكون مجتمعات سوية. رابع خصلة معانا كثرة الذكر والتكبير. طبعا احنا في اعظم ايام عند الله سبحانه وتعالى، واعظم اعمال الصالحة طبعا احنا بنعملها فيها، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تأثير طبعا الذكر والتكبير على النفس تطهير داخلي وطمأنينة وسكينة. على الناس اللي حواليك بيذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وعلى المجتمع صوت الإيمان بيبقى عالي دايما فوق كل شيء. خامس خصلة معانا الإحسان للوالدين والأقارب. من أبواب الجنة يا جماعة لا تؤجل البر. تأثيره على النفس رضا داخلي وبركة. على اللي حواليك بينعش الروابط كده وبيجددها. على المجتمع أسر متماسكة تخرج جيلا نقيا ثابتا سويا. سادس خصلة معانا الصدقة والكرم. الصدقة طبعا زي ما احنا عارفين بتطفئ الخطيئة وبتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. تأثيره على النفس بيطهره من الشح. على الناس اللي حواليك بيفرج كربهم وهمهم، وعلى المجتمع بينشأ مجتمع متكافل مفيش جوع فيه. سابع خصلة معانا الإصلاح بين الناس. ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الإصلاح بين الناس. تأثيره على النفس راحة ضمير ونقاء قلب. على كل اللي حواليك بيعيد الثقة والمحبة بين الناس، وعلى المجتمع طبعا قلوب متصالحة، مفيش أحقاد، مفيش أغلال، مفيش مش هوصيكوا. تامن خصلة معانا ترك الغيبة والنميمة. طبعا يا جماعة صيام الروح لا يكمل إلا بترك اللسان الخبيث. تأثيره على النفس صفاء داخلي وهدوء كده وسكينة. على الناس اللي حواليك بيشعرهم بالأمان معاك، وعلى المجتمع بيئة صحية مليئة بالرحمة. ما تستهونوش يا جماعة بترك الصفات الخبيثة. تاسع خصلة معانا، ودي أنا بحبها قوي ونقدر نستعين بيها في كل الخصال اللي فاتت، لأن هي هتأهلنا إن شاء الله لآخر خصلة اللي هي الخصلة ال10، وهي التأمل في الخلق والخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تأثيرها على النفس عظيم، سكون داخلي وقوة إيمان. على الناس اللي حواليك بتنقل لهم جمال التدبر في الله سبحانه وتعالى وخلقه وصفات الله سبحانه وتعالى كمان. تأثيرها على المجتمع بينشأ عقول راقية، قلوب واعية، أمة بتعرف ربنا سبحانه وتعالى على حق وصدق. نيجي بقى لآخر رقم 10، ألا وهو الغنيمة اللي هنبدأ نجنيها من ال9 خصال اللي فاتت، ألا وهي صيام يوم عرفة. طبعا كلنا عارفين بيكفر سنة فاتت وسنة جاية. تأثيره على النفس شعور بالتضحية والارتقاء. على الناس اللي حواليك بيشجعهم على الخير، وعلى المجتمع أمة صائمة موحدة. يا رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يستجيب لينا جميعا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يدينا على قد نوايانا الصادقة وعلى قد عملنا اللي كله بيهدف إلى رضا الله سبحانه وتعالى
دنيا وآخرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا